والقرآن يا إخوة بركة لصاحبه، بركة له في الرزق وفي الوقت وفي العمر. ألم يقل ربك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هكذا قال الله يا إخوة، بركة. والقرآن شفاء، شفاء للروح وشفاء للجسد. فلقد ورد أن امرأة أصيبت بمرض احتار فيه الأطباء، فذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقالت له: يا أمير المؤمنين، إن مرضي هذا لا أجد له دواء. فما كان من عمر إلا أن قرأ على هذه المرأة سورة الفاتحة فشفيت من مرضها. وبعدما مات عمر عاود المرأة نفس المرض، فذهبت إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وحكت له ما حدث معه، وقالت له: يا أمير المؤمنين، أصبت قديما بهذا المرض ولم أجد لنفسي دواء عند الأطباء، فذهبت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فما كان منه إلا أن قرأ علي سورة الفاتحة فشفيت من مرضي. فقال لها عثمان: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ على كل حال كلهم خيار رضي الله عنهم جميعا. يقول تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هل تعلمون يا إخوة أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله ويقل خيره وتنفر منه الملائكة وتحضر فيه الشياطين. نعم يا إخوة، هكذا أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه يقرأ القرآن في كل زاوية من زوايا بيته، وكان يقرأ بالتحديد آية الكرسي، يذهب إلى الزوايا. طبعا تعلمون أن أي بيت أو أي مبنى له زوايا أربع، ولا إيه؟ مش الزوايا أربع؟ الزناجير دي مش هي دي اسمها الزوايا، يعني الزوايا الأربع. كان عبد الرحمن بن عوف من عادته أنه يذهب إلى كل زاوية من زوايا البيت، يقرأ في هذه الزاوية آية الكرسي، وفي هذه الزاوية آية الكرسي، وفي هذه الزاوية آية الكرسي، وفي هذه الزاوية آية الكرسي، لعلمه أن البيت الذي يقرأ في زواياه القرآن بيت يوسع الله فيه على أهله ويزيد غيره وتحضر فيه الملائكة وتنفر منه الشياطين. هكذا القرآن. والقرآن يا إخوة لا ينقطع خيره، خيره في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ففي الآخرة قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثم قال: وقرأوا الزهراوان. وما الزهراوين؟ الزهراوين هما سورة البقرة وسورة آل عمران. قال المصطفى: فإنهما يأتيان يوم القيامة على شكل غيابتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة.
ثم قال المصطفى: وقرأوا سورة البقرة فإن أخذها رحمة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وصاحب القرآن يوم القيامة يأتي القرآن ويقول: يا رب ألبسه تاج الوقار، فيلبسه الله تاج الوقار. فيقول: يا رب حله بحلة الكرامة، فيلبسه الله ثوب الكرامة. فيقول: يا رب زده، فيقول الله لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. نعم يا إخوة، هكذا كرامة أهل القرآن وبركات أهل القرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هكذا حكى الله عن هؤلاء الذين اصطفاهم الله لقرآنه. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع من؟ مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، يعني انت لما تقرأ بتتكعبل كده في الآية وانت بتقرأ، ممكن ترفع المنصوب وتنصب المرفوع والجر مش عارف ايه، يعني قريتك مش ولا بد. ومع ذلك من كرم الله وفضله رب سبحانه وتعالى يعطيك الأجر أجرين. ولما نقول الأجر أجرين، المصطفى قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة إلى 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف بس حرف، ولام حرف، وميم حرف. طب وليك أجرين؟ يبقى الحرف بكام؟ لا، والحرف ب10. الحرف ب10 ماشي، حرف بحسنة، والحسنة إلى 10 أمثالها، يبقى الحرف بكام؟ ب10. طب وليك أجرين، نضرب في 2، يبقى الحرف بكام؟ يبقى الحرف ب20. حرف ب20 لأنه الضعف. تصور لما تاخد على الحرف 20، ده لو كنت أنت ما بتعرفش تقرأ كويس. حتى إن العلماء قال لك مجرد النظر إلى صفحات المصحف فيه أجر. هكذا حكى علماؤنا: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجران. نعم، القرآن يا إخوة طريق إلى الجنة. طريق إلى إيه؟ إلى الجنة. في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أحد القبائل العربية دخلت الإسلام، فلما كانوا عند المصطفى صلى الله عليه وسلم قالوا: طيب احنا يا رسول الله هنرجع مكاننا، طب عايزين واحد من الصحابة يجي معانا عشان يؤمنا في الصلاة. المصطفى قال لهم: اختار لكم انا ولا تختاروا انتوا؟ قالوا: لا، نختار احنا. ليه؟ هم كان في دماغهم واحد كان صوته حلو. كان صوته ايه؟ حلو. والصوت الحلو محدش يكرهه الا اذا كان مختل عقليا، صح ولا ايه؟ الصوت الحلو محدش يكرهه، محدش يعرف يكرهه. لان حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم لما في المنام رأى في المنام عبد الله بن زيد الأذان، قال: سمعت يا رسول الله هاتفا يقول: إذا حضرت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد. الصيغة اللي احنا عارفينها، اللي احنا بنسمعها 5 مرات في اليوم. ومع ذلك المصطفى قال له: أعطه لبلال فإنه أندى منك صوتا، يعني صوته أحلى منك. أعطه لبلال فإنه أندى أحلى منك صوتا. فالناس قالوا: نقترح. فاختاروا واحدا من الصحابة يؤمهم فين؟ في الصلاة، يبقى يروح معاهم ديارهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: روح معهم. راح معهم، فكان بيؤمهم في الصلاة، بس كان بيعمل شيء عجيب. كان بيعمل ايه؟ يصلي بيهم المغرب، يجي في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد.
طب العشاء الفاتحة وقل هو الله أحد. الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. طب الفجر برضه الفاتحة وقل هو الله أحد. الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. قعد بيهم فترة لا يقرأ بهم إلا إيه؟ الفاتحة وإيه؟ وقل هو الله أحد. هم بقى زعلوا منه، فعادوا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله إن من بعثته معنا يؤمنا في الصلاة لا يقرأ لنا من القرآن إلا قل هو الله أحد. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أخانا إن القرآن كثير، ده القرآن شوف قد إيه، يعني أنت مصر ليه على قل هو الله أحد وأنت حافظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه حافظ لكتاب الله، أنت حافظ، فيعني تستطيع أن تقرأ. شوف القرآن بقى تشوف كم سورة، 114 سورة، يعني ما في غير قل هو الله أحد بس اللي بتقراها. فهو رد على المصطفى وقال له إيه؟ ما تصلوا على الحبيب. رد على المصطفى قال له يا رسول الله إني أحبها، أنا بحب قل هو الله أحد، فأظن يا رسول الله دي محبة بيني وبين السورة، فأنا ما بقدرش أقرأ غيرها. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم يا أخانا حبك إياها أدخلك الجنة. نعم يا إخوة، قال له ذلك. وورد أيضا أن جبريل نزل على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما بلغ أمانته، قال للمصطفى وكان جالسا بجواره أبا ذر، قال للمصطفى يا رسول الله بلغ سلامي إلى أبي ذر. بلغ سلامي لمين؟ عارفين طبعا كلكم أبو ذر الغفاري، فقال له بلغ سلامي إلى مين؟ إلى أبي ذر. فقال له المصطفى أو تعرف أبا ذر؟ أنت تعرفه؟ قال له نعم، هو مشهور عندنا في السماء، ده مشهور عندنا في الملأ الأعلى. الشهرة مش شهرة الأرض، الشهرة شهرة إيه؟ السماء يا إخوان. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له الحب في السماء والقبول في الأرض. نعم يا إخوة. وبعدين قال له بلغ سلامي إلى أبي ذر، فقال له هل تعرف أبا ذر؟ قال له نعم، هو مشهور عندنا في السماء. فقال له المصطفى وبما اشتهر؟ فقال له اشتهر أنه يكثر من قراءة قل هو الله أحد. نعم أيها الإخوة الأحباب، هذا هو فضل القرآن على صاحبه. وشيخنا الجليل المبارك قرأ علينا من سورة إبراهيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وهكذا أهل الجنة لا يقولون في الجنة إلا سلام. خلاص بقت انتهت المشاكل وانتهى الهم، انتهى الغم وانتهى الكرب وانتهى الخوف وانتهى الحزن، كله ده انتهى. ولذلك لما سئل الإمام أحمد بن حنبل فقيل له متى يجد العبد الراحة؟ فقال عند أول قدم يضعها في الجنة. نعم يا إخوة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. في الأولى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي الثانية ألا تخافوا ولا تحزنوا. هو ربنا سبحانه وتعالى مركز ليه على موضوع الخوف والحزن؟ قال لك ما هو الإنسان في الدنيا بين حالين، لا إما حزين على الماضي اللي فاته كان يقدر يعمل كتير وما عملش وعمره عدى بيه، لا إما خايف من بكرة، وأكتر حاجة تخوف وخاصة الأغنياء أكتر حاجة تخوفهم الموت.
واخدين بالكم يا جماعه؟ اكتر حاجه تخوفهم ايه؟ قال لك ما هو حتى ايلون ماسك اللي هو اغنى واحد في العالم هو برضه عايش خايف. خايف من ايه؟ من بكره. لا اما فلوسه وثروته تفارقه، لا اما هو يفارق الثروه. يبقى خوف ولا مش خوف؟ يبقى ده خوف. في واحد تاني بقى تلاقيه حزين على اللي فات، ياه انا عدى بيا العمر وخلاص وما عملتش حاجه، ده غيري عمل وبنى وسوى ومش عارف ايه والكلام ده. فربنا سبحانه وتعالى بيطمنك، بيقول لك انا هوديك الجنه ما فيهاش الحاجتين دول، لا خوف من بكره لان انت مش هتموت. اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار نادى مناد بين الجنه والنار يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. والله يا اخوه لو لم يكن في الجنه الا نعمه الخلود لكفت، لان احنا اكتر حاجه تقرقنا ايه؟ الموت. ده حتى السيده عائشه ام المؤمنين قالتها للمصطفى يا رسول الله لما هو قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالسيده عائشه قالت له يا رسول الله كلنا نكره الموت، يبقى كيف بقت من احب لقاء الله لما نكره الموت؟ فقال ليس هذا يا عائشه، انا متفق معاك يا عائشه ان احنا كلنا بنكره الموت، ده صحيح. ربنا سبحانه وتعالى جعل حب الحياه في الانسان غريزه. طب وغريزه ليه؟ عشان يعمر الكون، والا الكون ده يعمر ازاي؟ بالله عليك لو حب الحياه مش غريزه جواك، طب ما لو دخل عليك اسد ياكلك عادي، ما انت مش لما تحب الحياه، لكن عشان حبك للحياه بتهرب منه، صح ولا ايه؟ اذا فحبك للحياه يخليك تهرب من كل حاجه ممكن تقضي عليك، فربنا جعلها غريزه فيك. طب وغريزه ليه؟ عشان تفضل شويه كده، عشان تخلف وتعمر الكون وتبني وهو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لايه؟ خلقنا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ده الهدف الاول. طب والهدف الثاني؟ اعمار الكون. طب لو حب الحياه مش غريزه فينا نعمره ازاي؟ ما انا مش اما احب الحياه خلاص مش غريزه جواه، انا زاهد في الحياه يا اخي، انا عايز اموت نفسي. ما انت حب الحياه مش مركب جواك، لكن ربنا جعله مركب جواك. ولذلك السيده عائشه لما جات للمصطفى كلنا نكره الموت كانت على حق، والمصطفى وافقها في الكلام ده، بس قال لها انا ما اقصدش كده يا عائشه. وما بتقصد ايه يا رسول الله؟ قال ان المؤمن اذا اقترب اجله لما يجرب بشر برحمه الله ورضوانه فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه. يعني ايه؟ يعني يقول لك ان المؤمن لما يقترب اجله ممكن ينام كده ويشوف في الرؤيا ان ربنا دخله الجنه، فلما دخله الجنه وشاف اللي في الجنه يقول ايه امتى بقى اخشها يا رب؟ يلا يا رب خدها ودخلني الجنه اللي انا شفتها في الرؤيا. فهو ده اللي يقصده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان المؤمن اذا اقترب اجله بشر برحمه الله ورضوانه فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه. اهل الجنه بقى لا فيها لا حزن ولا خوف ولا هم ولا مرض، واخدين بالكم؟ ولا قضاء حاجه. صح ولا لا؟ وكل شيء في الجنه بتمشي بايه؟ بتمشي بطهي الملك وليس بالاسباب يا اخوه. هكذا يعني اخبرنا الله تبارك وتعالى في كتابه وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ ما هي الكلمة الطيبة المقصودة في الآية؟ نعم، الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة المقصودة في الآية قول لا إله إلا الله كشجرة طيبة. ما هي الشجرة الطيبة المقصودة في الآية؟ هو المؤمن
تنبت في قلبه كلمة لا إله إلا الله، فتخرج فروعها ممتدة إلى رب العالمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال بعض المفسرين إن الشجرة الطيبة المقصودة في الآية هي النخلة. شبه الله تبارك وتعالى الكلمة الطيبة بالنخلة. ولو أنت لاحظت تلاقي النخلة هي الشجرة الوحيدة اللي كل شيء فيها فيه منفعة للناس. كل شيء فيها فيه منفعة لمين؟ فيه منفعة للناس، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ تؤتي اكلها كل حين، يعني كل عام باذن ربها، ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. الناس يا اخوه لا يدركون خطورة الكلمة وخطورة اللسان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيأوي بها في النار 70 خريفا. ولذلك قال المصطفى ألا أخبركم برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ فقلنا بلى يا رسول الله. قال أما رأس الأمر فهو الإسلام، وأما عموده فهي الصلاة، وأما ذروة سلامه فهو الجهاد في سبيل الله. ثم قال المصطفى ألا أخبركم بملاك ذلك كله؟ فقالوا بلى يا رسول الله. فأمسك النبي بلسانه وقال كف عليك هذا. فقال معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال له المصطفى ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. ولذلك لما أخبرنا المصطفى عن المفلس قال أتدرون ما المفلس؟ فقالوا ومن يا رسول الله؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار، يعني اللي ما معاش فلوس يا رسول الله. قال كلا، وإنما المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ولكنه قد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف في عرض هذا وفعل كذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. ولذلك لما قالت السيدة عائشة أم المؤمنين لصفية وهي أم المؤمنين أيضا، يعني الاثنين إيه؟ ضرائر، الاثنين إيه؟ ضرائر لبعض. السيدة عائشة أم المؤمنين زوج المصطفى، والسيدة صفية أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت لرسول الله وهي تتكلم عن صفية، وانتم طبعا عارفين الحريم، حريم في بعض بيعملوا ايه؟ يعني دي طباع، يعني طباع. وده اكبر دليل يا اخوانا على ان هم كانوا بشر، كانوا بشر، وما كانوش ملائكه نازلين من السماء، كانوا بشر يا اخوانا، وليهم طباع زي طباعنا بالظبط. شوف السيدة عائشة تقول للمصطفى ايه؟ يا رسول الله حسبك من صفية انها قصيرة. ده قصيرة، يعني عايز تقول له شوف بقت الطول بتاع الفارع وشوف صفية قصيرة، يعني ايه بالنسبة لي؟ صح ولا ايه؟ بتقول للمصطفى حسبك من صفية انها ايه؟ قصيرة. فقال لها المصطفى والله لقد قلت كلمة لو اختلطت بماء البحر لأفسدته. تصوروا يا اخوة، لأفسدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك قال المصطفى من يضمن لي ما بين لحييه. يعني ايه لحييه؟ دي اسمها ايه؟ لحية. طب والشنب دي اسمه ايه؟ لحية برضه، دي لحية ودي ايه؟ لحية، اللي بينهم ايه؟ اللسان. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. نعم يا إخوة، قالها المصطفى، قال المصطفى ذلك يا إخوة.
ولذلك لما مات رجل يسمى بالجنيد كان في سكرة الموت، دخلوا عليه وهو في سكرات الموت الراجل فرحان ومبسوط ومبتسم، والناس بتخش عليه عامل ايه وبتاع زيارة مريض، وهو بقت شايفينه ايه، بقت فرحان ومتهلل بقت. وايه يا عم ده انت في سكرات الموت، يعني انتوا عارفين سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. طبعا هو وهو في سكرات الموت تصوروا مبسوط ضاحك مبتسم، وهو الناس اللي داخله عليه بتستغرب، احنا اول مره نشوف الحكايه دي، انت مبسوط ليه وفرحان ليه وايه الحكايه دي مبتسم ليه؟ ده انت في سكرات الموت، يعني ده شيء صعب. ومع ذلك الراجل كان في الحاله الحلوه دي. وبعدين واحد ساله قال له يا جنيد، قال له نعم، قال له نراك مبتسما فرحا متهللا وانت تعاني من سكرات الموت، كيف ذلك يا اخي؟ فقال له يكفيني انني القى ربي حين القاه ولم أتكلم يوما في شيء لا يعنيني، ولم أحمل في قلبي حقدا ولا حسدا ولا غشا لأحد من المسلمين. قال له يكفيني ان انا الاقي ربنا بالاثنين دول، عمري ما اتكلمت في اللي ما يعنينيش، اللي ما يخصنيش ماليش دعوه بيه. هو اكتر سيئاتنا ايه يا جماعه؟ يعني تصوروا احنا في رمضان اكتر سيئات احنا بنعملها ايه؟ المتسبب فيها مين؟ المتسبب في اقول ايه؟ المتسبب في 99% من ذنوبك في رمضان ايه؟ اللسان. اللسان. ولذلك هات لي واحد يحبس لسانه في رمضان ويقوم بالعبادات، ده انتهى امر عند ربنا، خلاص ده رايح للجنه زي ما بيقولوا بصاروخ. بس يحبس ايه؟ لكن احنا في النهار انت لو قعدت مع واحد هتتكلموا في ايه؟ قال الله وقال الرسول؟ لا طبعا، هتجيبوا سيره واحد وتقطعوا فيه وانتوا صايمين. يا عم ده انت صايم، يا عم ده انت صومت نفسك عن الطعام والشراب اللي هو به قوام الحياه، مش قادر تصوم عن الكلام. الله، فاكثر ذنوب ده متمثل مين المتسبب فيها يا اخوان؟ ها، اللسان يا اخوان، اللسان، خطوره الكلمه. ولذلك نوه الله تبارك وتعالى، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران وقولوا للناس حسنا، لا تخرج من فمك الا الكلمه الطيبه. لو لقيت واحد بيجيب سيره حد قول له بالله عليك تسكت، بالله عليك ما تسمعناش حاجه، ده احنا في رمضان. الله، على فكره الكلام اللي انا بحكيه ده انا بلاحظ الكلام ده، لان انا بروح المدرسه الصبح ما نبقى صايمين، فبلاحظ اتنين قاعدين يقطعوا في سيره واحد مش عن، يعني يا جماعه انتوا صايمين، ده انت صمت عن عن اشرف الموجودات الا وهو الطعام، مش قادر تحبس لسانك وتسكت فتره الصيام. ولذلك يقول لك ان صوم الصالحين ما كانش صوم عن الطعام والشراب بس، لا، ده كان صوم عن الكلام. حتى السيده مريم لما حصلت الفتنه وقالوا مريم بغي وحملت ويوسف النجار والكلام ده كله، قالت ايه؟ ها، لما ربنا قال لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عين فاما ترين من البشر احدا فقولي. بعض المفسرين يقول لك اللي قال لها كل الكلام ده مين؟ جبريل؟ لا، بعض المفسرين يقول لك اللي قال لها الكلام ده عيسى وهو لسه في اللف. هو اللي بيوجهها ابنها اللي لسه يا دوبك عمره يوم ولا يومين ولا 3 ايام، هو اللي بيوجهها، هو اللي بيقول لها الكلام اللي ربنا قاله في القرآن ده، هو اللي قال لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي. تصور مولود لسه في اللفه دي له يوم يقول كل الكلام ده لامه. طب هو بيقول الكلام ده، المفسرين قالوا طب هو بيقول الكلام ده كله لامه ليه؟ ما كان سيدنا جبريل جنب المهم؟ لا، عشان يتجل قلبها، يقول لها لما انت تسكتي انا اللي هتكلم واطمني عشان انا اتكلمت معاكي قبل كده. المفسرين بيقولوا الكلام ده يا اخوان، وهزي اليك بجذع، اللي قالوا مين؟ مين اللي قال الكلام؟ عيسى ابن لمين؟ لامه. وهزي اليك بجذع النخله، ربنا قال قبلها فناداها من تحتها. ومن تحتها قالوا لك عيسى، الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك. بيقول لها انت تعبانه وصحتك تعبان،
هزي بس جذع النخله. طب هو جذع النخله احنا لو اتلمينا عليه 100 راجل مش هنقدر نهز جذع النخل، صح ولا ايه؟ ولا لا، امال ايه الحكايه دي؟ قال لك لا، هي بس تتحرك وربنا يرزقها ويديها. اتحرك انت بقى، اعمل اللي عليك وسيب النتيجه على مين؟ ولذلك ده بيعلمنا قيمه التوكل على الله. حتى ان الشاعر قال ايه؟ الم ترى ان الله قال لمريم وهزي اليك الجذع تساقط الرطب ولو شاء ادلى الجذع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب. نعم يا إخوة، كل شيء بالأسباب. تتحرك تاكل. طب تنام في البيت، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. شوفوا هي في إيه؟ في فترة النفاس، ومع ذلك المولود بيقول لها إيه؟ وهزي إليك بجذع، هزي بس جذع النخل، اعملي بإيديك بس، حركي إيدك بس على جذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. اهو ده حبس اللسان بقى. احبس لسانك، اوعى حد يكلمك في الموضوع ده وتردي عليه. فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في ايات الصيام بيقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. خلوا بالكم دي من تخصيصات القران يا اخوان. القرآن له تخصيصات بره اللغة العربية، له تخصيصات خاصة به هو بالقرآن بس. ربنا قال كتب عليكم الصيام وما قالش كتب عليكم الصوم. والحمد لله انه ما قالش الصوم، لأن الصوم معناته ايه؟ الصوم معناته ان انت تصوم عن الطعام والشراب والكلام، عن الطعام والشراب والشهوة والكلام. ولذلك ربنا كتب علينا ايه؟ الصيام بس. يبقى صيام عن شهوتين، البطن والفرج بس، لكن اتكلم براحتك، اتكلم. لكن الصوم بقى لما نقول صوم دي من تخصيصات القرآن. الصوم معناته ايه؟ ان انت تصوم عن الطعام والشراب والشهوة والكلام. ولذلك هي ما قالتش اني نذرت للرحمن صياما، لكن قالت ايه؟ صوما. وطالما صوما فلن اكلم اليوم انسيه. قال لها تجلي قلبك، انا بكلمك اهو، وزي ما بكلمك هكلم غيرك. ده سيدنا عيسى اللي بيقولها، هو ابن يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا الكلام ده كله يا اخوان. القادر من؟ الله تبارك وتعالى. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ادي اول شتيمة. اول شتيمة دي ولا مش شتيمة؟ انت غلطت يا مريم، انت عملت فاحشة، انت عملت غلطة كبيرة قوي. طب هي ردت؟ لا، بتنفذ التعاليم. تعاليم مين؟ ابنها. وابنها من الذي اوحى اليه؟ الله تبارك وتعالى. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون. يا اخت هارون في الصلاح والتقوى. يعني بقى احنا كنا لما نقول عليك ان انت شبه هارون، اخت هنا بمعنى ايه؟ شبيهة هارون في الصلاح والتقوى. بقى انت اللي كنا لما نحلف بيكي وبصلاحك وبتقواكي تعملي العملة دي. يا اخت هارون، ده حتى ابوكي ما كانش وحش ولا امك كانت بغي. تفهمين يعني ايه بغي؟ يعني زانية. يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. هي ترد؟ ما ردتش. طيب ولو واحدة من حريمنا احنا تتشال وتتحط، عايزة تدافع عن شرفها، ده شرف وعرض يا اخوان، عايزة تدافع عن شرف، لكن هي بتنفذ ايه؟ التعاليم. تعاليم مين؟ ابنها ليها. فأشارت إليه، هو ده دورها بس، إن هي تشاور له بس، وهو متجل قلبها قبل كده. فأشارت إليه. هو أنت مش بغي بس، ده أنت بغي واتعفرت. أنت ما تشاوري له يرد علينا. هو في عيل ابن يوم ولا يومين يرد على حد؟ بيقولوا لها الكلام ده. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. ورد عليهم بقدرة من؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا
أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي أمه، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم. طب هو قال والسلام علي ليه؟ لأني عارف إن الموضوع ده هيعمل عكنانة كبيرة قوي، هيعمل خناقة جامدة قوي، واخدين بالكم؟ بعدين يعني بعدين هتبقى قصة وحكاية، قصة وحكاية. فهو قال ربنا يحفظني ويسلم، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم أيها الإخوة الأحباب، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.